بص يا عم اوعى بلا بص بلا تنح. ايه على فين؟ راح ارمي الكتب دي بسرعه وراجع لك تاني. كتب ايه دي؟ ابدا، البخاري ومسلم وابن تيميه والحاجات القديمه دي. وهترميهم ليه يا حوده؟ حد زعلك؟ يا عم انت نايم شكلك، ما شفتش الاستاذ اسلام البحيري ولا الشيخ ميزو والناس اللي بتيجي في التلفزيون دي؟ ايوه مالهم يعني؟ بيقولوا ان الكتب دي مش من الدين وكلها خرافات يا عم. طب وايه الدليل على الكلام ده نجم؟ يا عم دي جت في التلفزيون. طب بص، مبدئيا كده التلفزيون ده مش قرآن، والكلام ده كلام كبير، وعشان نرد عليه رد علمي محدش هيدينا مساحة في نفس التلفزيون عشان نبين خطأه. خلينا ناخدها بالعقل كده. صراحة انت بتصلي؟ ربنا يا عم. طب ممكن تسيب اللي في ايدك وتصلي ركعتين؟ اهو يا عم. الله. استنى، ايه الزاوله دي يا عم؟ مين اللي قال لك ترفع ايدك وتقول الله اكبر وتركع وتسجد وتسبح وتحمد وتقول التشهد؟ القرآن. لا يا برنس، ربنا لما امرنا بالصلاه قال سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه. بس جت بقى سنه النبي عليه الصلاه والسلام في الكتب اللي في ايدك دي، هي اللي بينت لنا هنصلي ازاي وهنقول ايه. ومش بس كده، نفس الكتب دي هي اللي بينت لنا احكام الصيام والزكاه والحج والعمره. وخد دي بقى واحكام استثنائيه عن القران نفسه. ايه استثنائيه دي؟ اقول لك يا نجم، انت بتاكل كبده؟ بعشقها يا عم، على الليمون بقى والفلفل والحبشتكنات دي. طب لو هترمي الكتب دي ما تاكلهاش تاني بقى يا نجم، لا هي ولا السمك. طب ليه العكنانه دي؟ طه اقول لك، ربنا عز وجل قال في القران انما حرم عليكم الميتة والدم الى اخر الايه، والسمك ميتة والكبده دم. بس لو خليت الكتب اللي في ايدك دي وقريت فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول احلت لكم ميتتان ودمان، الكبد والطحال والسمك والجراد. يعني النبي كان بيحلل اللي ربنا بيحرمه؟ يا نجم، المولى جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يعني ده اكبر دليل من القران نفسه ان السنه اللي انت عاوز ترميها من اصل الدين. طب ما في حديث برضه بيقول ان كل فتره بيبقى فيه مجددين للدين وكده، ما تخلينا نشوف الجديد يا عم. يا ابني بص، مجددين يعني لما الناس تبعد عن صحيح الدين تيجي ناس تجدد الدعوه وترفع الهمم، مش تشقلب كل معتقداتنا وتقول لي مجددين. يلا يعني الراجل اللي بيقول ان القدس مش هي اللي في فلسطين دي، ده كمان فشتك؟ تقصد دكتور يوسف زيدان؟ من ساعه ما ساب فرنسا وانا مش مرتاح له. مين ده؟ زين الدين زيدان. بص، دكتور يوسف زيدان كاتب شاطر قوي في شغلته اللي هي الروايات التاريخيه، والشبهات اللي قالها في الموضوع ده كلها بره تخصصه. ودي مشكلتنا احنا كعرب، ان اي حد ناجح في مجال معين نستغل شهرته ونجيبه في التلفزيون ونخليه يفتي في اي هري، ونستمد ثقتنا في هريه من ثقتنا في نجاحه اللي ملهوش اي علاقه بالموضوع اللي بنناقشه. يعني ايه؟ يعني تلاقيهم جايبين لك ممثل مشهور يقنعنا بنظريته الاستراتيجيه، ولا مطرب كل مؤهلاته في الدنيا ان صوته حلو يخطط لنا المستقبل السياسي، وطالما بيطلع في التلفزيون يبقى دستور وقانون. يعني فشتك برضه. بص، انا برضه مش هناقش بشكل علمي عشان الوقت وعشان ده برضه مش تخصصي، بس بالعقل. الراجل بيقول ان المسجد الاقصى المذكور في القران مسجد صغير بين مكه وطائف، مش المسجد الاقصى اللي في فلسطين. حلو. طيب اللي كدبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لما حبوا يحرجوه قالوا له اوصف لنا المسجد الاقصى. هل يعقل ان هم يطلبوا منه وصف مسجد على بعد كام كيلو منهم ممكن اي حد يروحه؟ طب بلاش، هل ممكن مسجد صغير على حد تعبيره هو يبقى ب8 بيبان؟ حتى لما طلبوا منه انه يوصف لهم القافله بتاعتهم اللي قابلته في الطريق وصف لهم قافله الشام اللي متجهه فوق لفلسطين. ولو كان المقصود المسجد اللي في الطائف في الغرب ما كانش هيبقى لها اي معنى ان هو يوصف قافله الشمال. طب والكلام ده عليه دليل بقى وكده ولا ايه؟ الدليل في السنه الصحيحه اللي انت شايلها دي يا نجم، واللي هو نفسه انكرها وقال مش عارف مصدرها ايه، والمخطط كان ان هم يشككوك فيها الاول فما تبقاش بالنسبه لك مصدر ثقه، وبعدين يضربوا في الثوابت اللي ما اختلفش عليها اتنين من زمن النبوه، وساعتها مش هيبقى عندك مصادر ترجع لها وتاخد دينك من اي فضائيه والسلام. فعلا تصدق انا اول مره اسمع الكلام ده في حياتي. لا يا جميل، الكلام ده اتقال قبل كده، قاله الدكتور مردخاي كدار في الكنيست اليهودي سنه 2009. مردخاي قال كده؟ تعرفه؟ لا. طب روح رجع كتبك مكانها يا نجم، وما تخليش حد يفكر لك، واقرا واسال الناس اللي بتثق في دينها وحكم عقلك وشوف الكلام اللي الناس دي تعبت وشقيت فيه سنين عشان تجمعه وتوثقه، وبعد كده قرر اذا كنت هترميهم ولا لا. والله يا عم كنت هرجعهم من غير ما تقول كل اللي قلته ده. عشان انت مقتنع من الاول يعني؟ لا، عشان ايدي وجعتني.